السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناتي فضاء لاله فاتي. كتعرفوا هاد القناة اللي دخل لها وشارك فيها وكيطلعوا له الفيديوهات، يعني راها متنوعة وفيها مجموعة ديال الوصفات. نتمنى انكم تزوروها وتشجعوها. بالنسبة لهذا الموضوع ديال اليوم اللي هو الكنافة بالاجبال. سبق لي شاركت معاكم تقريبا يمكن شي جوج او ثلاثه ديال الكنافات، يعني كاين الحجم الصغير والحجم الكبير. المهم نتمنى حتى هذيك تشوفوها، لانها كاين تيكون واحد الاختلافات في المكونات فقط. تبقى الفكره العامه ديال الكنافه تقريبا نفسها، ولكن كنضيفوا اضافات. المهم كيف تشوفوا بالنسبه للكنافه، الكنافه كنشريوها اغلبيه كيشريوها جاهزه. كيمكننا نحتفظوا بها في المجمد، كتكون كومباكتي، يعني كتكون مجموعه ومشدوده. فاش كنبغيو نستعملوها كنحاولوا نحلوها. اللي كيبغي يخليها خيوط طوال كيخليها، اللي كيبغي يقطعها كيقطع. انا بالنسبه لي هنايا راني قطعتها ضفت لها سكر كلاصي وضفت لها الزبده مذوبه، وحتى نقاطع منها يعني الماده السائله، ما بقاتش فيها داك الحليب ديالها، يعني نشفات تولي بحال زبده نوازيط. علاش؟ باش ما تعجليش ديك الكنافه ديالي. والسكر كلاصي المقدار، كل واحد كيدير المقدار اللي يقدر عليه، لان الحلاوه تختلف الاذواق. كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف، وكاين اللي كيبغي الحلاوه. ما نساوش باننا حنايا الكنافه فاش كطيب كنعاودوا نسقيوها بالسيرو. اذا لا داعي باش نكثروا فيها السكر كلاصي في الاول، ولكن مزيان اننا نديروا لها شويه السكر باش كتجي، يعني كيجي متوازن، داك الحلاوه ديالها متوازنه. المهم انتم كتشوفوني كنحاول نوزعها في هذا المول هذا، ومن بعد حتى نوزع القياس ونحلها مزيان تكون محلوله، ونحاول نوزعها مزيان، وعاد كنكومباكتيها من بعد على حسب الشكل ديال المول اللي عندي. من بعد غندي ندخلها للفران. انا كنحاول كاين اللي ما كيبغيش يسبق الفران حتى تيعمرها، ولكن انا فضلت انني ندخلها للفران تحمر في هذا الوجه هنا ولتحت، عاد ندير لها الحشوه ديالها. هادشي اللي كاين. بالنسبه بالنسبه للحشوه غادي نقول لكم المقادير ديالها من بعد فاش غنوصلوا لها. المهم هنا نتوما كتشوفوا كنكومباكتي على الجناب مزيان وغندخلوها للفران. من بعد غادي ندوزو نوجدو الحشوه ديالنا. هنا عندي النشا، عندي 2 معالق ديال النشا، عندي 2 معالق ديال سنيده يعني السكر بودره، وعندي هنايا الفرماج، اي نوع د الفرماج اختاروا الفرماج اللي يعجبكم. انا درت فرماج الحمر. وعندي هنا الموزاريلا، طريفات ديال الموزاريلا. عندي 2 بيضات، وكيف ذكرت جوج معالق كبار ديال المايزينا، اولا ماذا الكلمه التجاريه، وانما هو النشا، يعني كنستعملوا النشا لانه هو اللي كيجمع ليا هذا الخليط هذا. المهم كنحاول نخدم الصفار ديال البيض مع السكر. كنديروا واحد الغبيره ديال الملحه. كنديروا الفاني الا بغينا نسموها بالفاني، ما بغيناش المهم ماشي ضروري، لان دايرين الفرامج راه تيلعبوا حتى هما هذاك الدور. المهم بالنسبه لينا كنحاولوا نطربوا داك الحليب مع داك المايزينا مع داك السكر. غادي نبدا نضيف الحليب بشويه بشويه، ومن بعد كندير كلشي فوق العافيه حتى تندير هذا الخليط ديالي فوق العافيه. عاد تنبقى نضيف له الفرامج، كنضيف الفرماج الاول، كنضيف الموزاريلا، ومن بعد عاد كنضيف بارليه حتى تيكون بارد. المهم هي بدات كتعقد، راني ضفت هنايا الموزاريلا، غنخليها تذوب في داك الحراره ديال داك المكونات وصافي. من بعد غادي نضيفو جبن بيرلي. بالنسبه لهاد المرحله انا صراحه ما استعملتش، ما طحنتهاش. كيمكن هاد المرحله نديرو البراميك ميكسور ديالنا وكنطحنوها باش كتجي ليس، ما كتجيش هكايا مدايره، كتجي ليس. انا خليتها كما هي لان من بعد صافي استعملتها هكذايا. صافي غنكونوا خرجنا، تكون طابت لنا ديك الطبقه التحتانيه ديال الكنافه. هانتوما كتشوفوا راها محمره ناضيه. من بعد غادي نحطوه فوق منها هذا الخليط. هانتوما كتشوفوا شويه بحال داك الطريفات د الفرماج محببينها. انا اقترحت عليكم اللي بغى كيطحنها، اللي ما بغاش كيخليها كما هي. انا بغيت نخليها بهذا الشكل هذا.
كتجي معلكه. المهم كنخلي ديك التعليكه ديالها وداك الخيوطه الى اخره. من بعد غناخذوا داك النص اللي بقى لنا ديال الكنافه غادي نديرو في الوجه، وغنغطيها يعني الطبقه الثانيه باش عاد يمكن لي ندخلها للفران. هانتوما غتشوفوا معايا سهله، يعني شي حاجه سهله وكتجي زوينه، يعني اغلبيه تتعجبهم يعني هاد الكنافه، اغلبيه يفضلوها، معروفه بها الناس ديال الشرق. ودابا خلاص راكم عارفين يعني مواقع اللي ولات، يعني كلشي ولا تيشوف كلشي. حنا المطبخ ديالنا ولا كاين فاتح المطابخ الاخرى، والمطابخ الاخرى تتنفتح المطابخ ديالنا، يعني ولينا كنشوفوا الحاله ديالهم ديال الشرق زوينه صراحه، تستحق التجربه. من ضمنها يعني هاد الكنافه، عندهم بزاف الحلويات شرقيين زوينين بزاف. الله يعطيهم الصحه. المهم هكذايا ندخلوها للفران، كتكمل طياب، من بعد ما كتخرج كنسقيوها. هذه هي المراحل كامله. كيبقى التزيين اختياري، كل واحد تيزين بالطريقه اللي كتعجبو. بالنسبه للسيرو راه ساهل، انا زدت فيه واحد المعلقه ديال الجلوكوز مع الماء من بعد ما طيبت السيرو. بطبيعه الحال السيرو درتو بالحامض، كاس السكر مع عصره ديال الحامض، ومن بعد زدت فيه هاد الجلوكوز باش كيعطيني داك البريو. المهم كل تيبقى هادشي اختياري، يعني نقدروا نديروا السيرو عادي، عندنا العسل الخفيف نسقيو به، وكيبقى تزيين اما بالمكسرات اما بالورد اما كل واحد كيزين بالطريقه اللي عجباتو. المهم المقترح ديال اليوم هو هذا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموا القناه باش نقدو نحاولوا نشاركوا معكم وصفات جديده وطريقه جديده، الطرق زعما ديال مجموعه ديال الوصفات اللي نبغي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. وشكرا اللي وصل حتى لهذه المرحله من الفيديو، نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.